هذا التفاح في MG فريشك مزيان وريحته تفوح في المجازان الكل. أما زعما شنو حكايته؟ هذه معتمدية سبيبة من ولاية القصرين، منطقة معروفة منذ الستينات بزراعة التفاح. تفاح سبيبة. سبيبة لوريجين سيجل لا بوم دو سبيبة. نجحت زراعة التفاح في سبيبة لوجودها بين الجبال. الجبال يدوروا بينا من تولي كوتي، من الأربعة نواحي، والجبل يعطيك ساعة ظل الصباح خاطر السمش تسرق مؤخر، وساعة ظل في العشية، عادش تولي ميكرو كليما. هذا إلى جانب عوامل أخرى كالارتفاع وجودة الماء. يطيب التفاح في آخر الصيف باش يتواصل إنتاجه على طول العام. حاجة روعة في المنظر، في الكروكونت، جيتوز، معناها برشا عوامل اللي ينجحوا التفاحة في البقعة هذه في سبيبة. يتعدى التفاح بمراحل عديدة من الشجرة حتى يوصل للحريف، معناها احترام لسلسلة القيمة طوال مراحل الإنتاج. بالضبط، احنا معناتها نجو هنا، معناتها احنا الزياره نتاعنا تو هنا للثانيه نتاع التفاح جوست باش معناتها باش نثبتوا في الحاجات هذون، خاطر مهم برشا باش نعرفوا ترسابيليتي نتاع التفاح اللي نبيعوا فيه في الMG، شنو هو لي تريتمون اللي استعملناهم معناتها قبل ما نعملوا الريكولت، شنو هو لي كونديسيون دو ستوكاج اللي تحط معناتها في مخازن التبريد. وسألنا على نجاح علاقة MG بالمزود، واللي هي سبب رئيسي لتوفر المنتوج بجودة كبيرة وأسوام في المتناول. الكاليتي نتاعو باهية برشا، كمثلا حتى في اللودور نتاعو، في الكولور نتاعو، في الكاليبر نتاعو، معناتها هذا الكل معناتها يشجعنا باش تكون التفاح نتاع ولاية القصرين ذات جودة عالية. واحنا ماهيش أول مرة معناتها باش نتعاملوا مع المزود هذايا، عندنا فيه الثقة خاطر تعاملنا معاه قبل وكانت معناتها النتيجة مربحة معناتها كسوة للمزود وإلا للMG. تفاحة كل يوم تبعدك على الطبيب والأمراض، قولة تنطبق على التفاح سبيبة في MG اللي يتمتع بجودة عالية ومذاق ما فماش كيفه. اللودور نتاعو باهي، الكاليبر نتاعو باهي، حتى الكولوراسيون نتاعو باهية، وزاد ثم تنوع كبير برشا في اللي فاريتي.